بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الهادي الأمين وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقبل الله منا ومنكم، ونسأل الله تعالى دوما لنا ولكم الأمن والإيمان والثبات والرشاد. ها نحن في الثلث الأخير من هذا الشهر الكريم الفاضل، ها نحن قد شارفنا على وداع هذا الشهر، فما حظ هذا الشهر في قلوبنا؟ وكيف سوف نفعل في ختام هذا الشهر؟ من وفق لاستقبال هذا الشهر فإنه على خير عظيم، ومن لم يوفق في استقبال هذا الشهر فلا يفوتنه ختام هذا الشهر كالخيل الأصيلة إذا وصلت إلى نهاية المضمار تمد أعناقها لتفوز بالسبق، فلا تكونن الخيل أفطن منا أو من بعضنا. شهر رمضان الكريم هو شهر مدارسة كتاب الله سبحانه وتعالى مع الصالحين، يعني هناك خلوات للصالحين يقرؤون فيها القرآن الكريم، وهناك مشاركة لإخوانهم الصالحين من زوجاتهم وإخوانهم وأبنائهم وبناتهم وأهل بيتهم وأمهاتهم وأصدقائهم لقراءة القرآن الكريم. كيف كان الصحابة يفعلون؟ كانوا يقتدون بالنبي صلى الله عليه وسلم. كان النبي يدارس القرآن مع جبريل عليه السلام في كل عام في رمضان، غير نزول الوحي الذي ينزل عليه كل يوم أو كل حادثة. كان يدارسه القرآن كاملا في رمضان، يقرأ على جبريل ما نزل عليه في رمضان، ثم جبريل يقرأ عليه. وفي آخر رمضان قرأ النبي صلى الله عليه وسلم القرآن على جبريل مرتين، وكان عليه الصلاة والسلام يفرح كثيرا بهذه المعية وبهذه التلاوة وبهذه القراءة. هذه منزلة رفيعة عندما نقرأ القرآن العظيم مع أصحابنا ونعطيه حقه وننشر بذلك القرآن ونحث أصحابنا وإخواننا وأهل بيتنا على التمسك بهذه العبادة. وكل من سن هذه السنة من بعدك إنما لك أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. فنفتش في رمضان وفي العشر الأواخر من رمضان عمن نتدارس القرآن معه. إن كان أعلم منا بالقراءة والتلاوة والتجويد والتفسير فهذا فضل عظيم، نتعلم القراءة ونتعلم التجويد ونتعلم المعاني وننقلها لغيرنا. وإن كان من هو دوننا ننزل أنفسنا منزلة المعلم والراقي والطبيب لهؤلاء، ونعلمهم ما وجب علينا أن نعلم غيرنا من الآيات والأحكام والأحاديث. سواء كنت عالم أو متعلم أنت على خير عظيم، أكسبت خيرك فضلا وأجرا، وأكسبت نفسك فضلا وأجرا ومعرفة وإحسانا. وإن من أعظم جوانب مدارسة القرآن الكريم، هناك عدة جوانب في المدارسة، لا أقول أنا نقرأه سردا كما نقرأ الجرائد، وإنما مدارسة فيها تفكر فيها استماع. أولا أن نحسن الوقوف مع الآيات وأن نتلوها حق التلاوة كما نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم. إذن لابد من التأني، أن نضع برنامج نقرأ كل يوم 20 جزء، نحسن تلاوة الجزء. يعني عندك كل يوم أنت الجزء مكون من 20 صفحة، عندك 5 صفحات الفجر، 5 صفحات الظهر، 5 صفحات العصر، 5 صفحات العشاء، هيك تممت 20 صفحة. تقرأها بتدبر، تتقن قراءتها، ولا تستعجل أثناء القراءة، بل تقف عند كل آية. كان عليه الصلاة والسلام يتأثر قلبه بكل آية، فيقف عند آية الرحمة ويسأل الله رحمته، ويقف عند آية العذاب ويسأل الله العذاب، ويسأل الله الوقاية من هذا العذاب، ويقف عند آيات القصص والأنبياء والأقوام السابقين ويأخذ العظة والعبرة ويحدث إخوانه وأصحابه من هذه الفوائد والمعاني. ما أشكل علينا فهمه نفتح كتب التفسير المعتمدة أو نسأل الذي ندارسه إذا كان عنده شيء من هذا العلم فنزداد علما. وقال الله تعالى: وقل رب زدني علما. وأفضل علم نزداد به علم كلام الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ويا حبذا أن نجعل لليل حظا من المدارسة. ممكن فترة المغرب إفطار وطعام وتجهز للعشاء، أما بعد التراويح ماذا نفعل؟ لماذا تضيع أعمارنا؟ ولماذا نذهب إلى المسلسلات غير الهادفة أحيانا؟ لماذا لا نجعل فقرة من فقرات الليل عندنا
مدارسة القرآن الكريم والخشوع والتدبر والتأثر بهذا الكتاب الكريم. على الله سبحانه وتعالى أن ينجينا وأن ينجي بنا. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.